السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه الصنايعي ما يشتغلش بضمير؟ ليه؟ يعني ايه جنب من فوق سنت ونص ومن تحت 9 سنتي؟ ليه يعني ده كله؟ ازاي جنب يميل 9 سنتي؟ لازم الواحد يخلو عنده في الشغل شوية ضمير، عشان الشغل ده مرضيش ربنا. يعني الجنب زي كده بدل ما ياخد شكارة اسمنت تركيب، كده هنضطر ان احنا ياخد شكارتين مش شكارة. ما ينفعش. لازم الواحد يخلي عنده شوية ضمير في الشغل علشان ربنا يبارك له في الفلوس اللي ياخدها. بس فلازم الواحد يعمل حاجة ترضي ربنا علشان ربنا يبارك لنا في الصحة وفي عيالنا وفي القرش اللي هناخدوه. بس فلازم الواحد يخلي عنده شوية ضمير علشان الشغل ده مرضيش ربنا. كده بدأنا الشغل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا المونة الزيادة دي غصب عني علشان اطلع الجنب ميزان، فلازم اكتر مونة 9 سنتي علشان الجنب فوق يطلع ميزان ويسلكني بين الحيطة، عشان لو انا ما كترتش مونة من تحت مش هتركب البلاطة فوق، الجنب مش هيبقى ميزان. بس فلازم اعمل حسابي من الاول. طبعا الحمام ده الحيطان كلها بتاعته بايظة خالص. انا مش عارف البنا اللي كان بيبني كان شغال ازاي، مش عارف. حيطان بايظة خالص. كده بدأنا ان احنا نشطب نص الجنب. الفينش هيبقى حاجة تانية خالص، بس التعبة في الشغل بتاعنا في الأول. بعد كده الشغل بيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، شغل مش عايز ولا كلمة. واستنونا في اللي جاي إن شاء الله. واللي عنده سؤال ولا عنده استفسار اكتبهولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.